7 حاجات لازم تعملهم لو حسيت بألم في الرقبة. رقم 1 راحة العضلات، حاول تقلل الحركات العنيفة أو الجلوس لفترات طويلة، يعني حاول ترتاح شوية. رقم 2 استخدام كمادات الماء الدافئ عشان تبدأ إن أنت تقلل الألم وتحاول إن العضلة تعمل حالة ريفريشمنت وتنشطها تاني، وبالتالي تقدر إن هي تشتغل معاك من جديد. رقم 3 حاول دايما تخلي وضعية الرأس تكون مستقيمة. أفضل وضعية بالنسبة لنا إن الرأس تكون عمودية بالنسبة لنا على الكتفين، ما تكونش منحني بيها للأمام وحتى للخلف. طول ما أنت في الوضعية المظبوطة دي طول ما أنت بتقلل فرص الإصابة بمشاكل الرقبة للعمود الفقري المختلف. رقم 4 الاستخدام الصحيح للموبايل أو اللابتوب، وبذكر الموبايل 65 ل 70% من مشاكل الرقبة سببها استخدام الموبايل بطريقة خاطئة، وهي إن أنا بكون ماسك الموبايل ونازل برقبتي زي ما أنا عامل كده دلوقتي. ولكن الوضعية الصح هي إن الموبايل يكون على مستوى نظري، على مستوى رقبتي تبقى في نفس الوضعية اللي أنا لسه قايلها لحضراتكم حالا. ولو مش قادر تعمل كده فيا إما تعود نفسك على الوضعية الجديدة، يا إما تشتري حاجات تساعدك يكون الموبايل على مستوى نظرك، زي مثلا حامل الموبايل اللي حضرتك شايفه في الصورة. ولو مش متعود عليه وحاسس إن هي حاجة فانتازي قوي، فأعتقد إن ألم ومشاكل الرقبة هيبقوا أصعب عليك بكتير قوي من إن أنت تشتري حاجة بسيطة تحميك من المشاكل دي كلها. رقم 5 حاول دايما تعمل تمارين استطالة خفيفة للرقبة، خاصة الناس اللي بتقعد على المكتب باستمرار أو طبيعة شغلها تقتدي إن أنت تطلع برقبتك لقدام، يبقى في مجهود شديد بالنسبة لنا على الرقبة. حاول تعمل استطالات خفيفة مش تقيلة بالنسبة لك للرقبة، المدى الحركي وفقط كده، وتنشيط العضلات يمين أو للشمال أو للأمام أو حتى للخلف. تمارين مدى حركي مش هتاخد من وقتك أي حاجة، ولكنها هتكون مهمة جدا للحفاظ على قوة العضلات. رقم 6 لو الألم استمر بالنسبة لنا لأكتر من يوم وبقى مصاحب معاه أعراض أخرى زي التنميل، زي الضعف في اليدين مثلا، هنا لازم نستشير الطبيب فورا، لازم تروح لدكتور المخ والأعصاب. آخر حاجة بالنسبة لنا وأهم حاجة للوقاية من معظم مشاكل الرقبة هي تصحيح وضعية الجسم. يعني مثلا لو أثناء الجلوس خلي ظهرك مستقيم، وخلي الشاشة أو الموبايل أو اللابتوب اللي أنت بتتفرج أو بتشتغل عليهم يكونوا على نفس مستوى نظرك، وحاول دايما تستخدم كرسي مريح بيدعم الظهر، واوعى تستخدم الكراسي اللي من غير ظهر، بتكون مضرة جدا جدا على العمود الفقري ككل مش على الرقبة بس. حاول دايما أثناء النوم إن أنت تنام على مخدة واحدة، يفضل إنها تكون طبية بحيث إن يكون الظهر على خط مستقيم زي ما حضرتك شايف في الصورة. حاول تتجنب النوم على البطن لأنه بيضغط على الرقبة وليه مشاكل كتير قوي على الجسم كله. وبس كده، دي كانت حاجات بسيطة ولكن هتبقى مؤثرة جدا بالنسبة لك، خاصة لو أنت كان شغلك يتطلب جهد بدني كتير وبتحمل على رقبتك بشكل كبير. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تتابعنا وتعمل قلب كومنت بدعوة حلوة، شير الفيديو على أوسع نطاق لعل غيرك يستفاد. لو مهتم بالعلاج الطبيعي للأعصاب والعمود الفقري فهنا مكانك. المهم والأهم إن أنت تصلي على النبي. مصطفى سليم هنا، حكيم أعصاب. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.